سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. انا في نعمه والحمد لله، ربي يدومها عليكم وعليا ان شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم روتيني المسائي كي نرجع من العمل واش ندير. انا تقريبا عندي 20 دقيقه ملي رجعت للمنزل. انا غيرت الملابس تاعي. بعد ما غيرت الملابس تاعي طول جيت نصور معكم الفيديو. اول خطوه اللي نديرها كي نرجع للمنزل واش هي تغيير الملابس نتاعي، وهذه اول خطوه نديرها. راح هنا نمسح البشره نتاعي. انا مانيش من الناس اللي يديروا المكياج، ندير غير واقي الشمس، وواقي الشمس نديرو في جميع الفصول. وراني نمسح فيها بهذا اوميلي كلير من لا مارك فينيس. هذا اول مره نستعمله. انا نمسح البشره تاعي غير بزيت جوز الهند وماء الورد. تلمو هضروا لي عليه بزاف وشكروه لي، هاني شريته. القاروره تاعي راهي مازالها جديده. هذا واش استاني نستعمل فيها. هاي ليكم مازالها جديده ان شاء الله. كي يكمل نعطيكم رايي فيه بصراحه، اسكو يعجبني ما يعجبنيش لا. وكذلك ما مستوش اسكو ينحي المكياج مليح ولا ما ينحيش. ما انا مانيش من الناس اللي يديروا المكياج. الناس اللي يديروا المكياج نتمنى يخلوا لي في التعليقات يقولوا لي اسكو ينحي لهم ولا لا اسكو يمسح البشره مليح كي يكونوا دايرين المكياج ولا ما يمسحش مليح. انا حاليا هذو المرات اللي استعملته ينحي لي واقي الشمس، ينحيه لي مليح. انا دوك هذه اول خطوه، نمسح البشره نتاع الوجه نتاعي ونرجع لكم. هنا هاي لكم انا مسحت البشره تاع الوجه نتاعي، واقي الشمس. هاي لكم انا مسحت غير واقي الشمس. هذاك واش راني دايره في البشره نتاعي، ما عاديه غير واقي الشمس للبشره تاعي. هاني مسحت البشره تاعي جيدا. اتمنى الصوره تكون واضحه. استسمحكم هنا باش نوري لكم بلي يعجبني، عطاني نتيجه مليحه كي نحي به واقي الشمس. هذه اول خطوه نديرها. ثاني خطوه نديرها انا نغسل البشره تاعي. انا نغسل بهذا صابون حليب المعز من لا مارك ابو سعد. هذه العبوه الثانيه، هذه البوطه الثانيه اللي غسلت بها. عجبني بزاف. كي عجبني بزاف شريت العلبه الثانيه، وان شاء الله المره الجايه نزيد نشري كيف وقتاش عطاني صح صراحه. عطاني نتيجه رائعه. وبصح انا ما غسلتش به طول. كنت نديرو خلطه صابونيه، والناس اللي متابعيني في الانستغرام راهم يعرفوا الطريقه باسكو حطيتها لهم. الا كنتم مهتمين بالطريقه كيفاش، خلوا لي في التعليقات نعاود نشارككم. اللي ما عندهمش الانستغرام وحبوا يعرفوا الطريقه يخلوا لي نشارككم الطريقه هذه. انا دوك نروح نغسل البشره تاع الوجه نتاعي ونصبغ الوضوء باش كي نصلي صلاتي. انا بعد ما نكمل الصلاه نتاعي طول نرش ماء الورد على البشره نتاعي. وننصحكم انكم تنصحوا ننصحكم انكم ترشوا ماء الورد على البشره تاعكم، ما تقيدوش بلا مارك اللي عندي. رشوا البشره تاعكم باي ماء ورد يكون متوفر عندكم. انا دوك نروح نصبغ الوضوء، نغسل بالبشره تاعي، نصبغ الوضوء، نصلي صلاتي ونرش ماء الورد. وبعدك راح نروح معكم طول للمطبخ باش نحضروا العشاء. هنا قبل ما نروح انا نغسل البشره تاعي ونصبغ الوضوء. الناس اللي يبردوا بزاف من رجليهم ننصحكم انكم تشروا هذو الاحذيه. انا هذا الحذاء تاعي مش جديد، راه قديم، عنده عامين. شريته من العلمه. شريته باسكو كان الرجل تاعي مكسور. في كي يكون البرد بزاف يزرق لي يزرق رجل تاعي باسكو الكسر مازال ما براليش مليح. ننصحكم تشروا هذا. انا عندي هذا النوع وعندي نوع اخر. هذه بالنسبه باك للناس اللي يبردوا، ننصحكم انكم تشريوهم. هاوليكم كيفاش جاي. انا راه الحذاء تاعي راه قديم. استسمحكم برك هذه باك نقطه خاطرش سالتني وحده. قالت لي في الانستغرام، سالتني عليه باسكو كان شافت الصوره تاعو. انا ماهوش جديد، راه قديم وشريته من العلمه. ما نكذبش عليكم. والسعر تاعو والله غير نسيت باسكو عندي عامين ملي شريته. وعطيتكم السبب الرئيسي تاعي اللي شريته. انا كي عاد الرجل تاعي مكسور. ها لكم جاي كيفاش جاي من الداخل. انا ما نلبسوش دائما، غير كي يعود البرد بزاف برك اللي نلبسو. وكي خلاص الشتاء طول نغسلو ونخبيه. عليها مازالو جديد. ها عليكم. انا ما نحبش نلبس هذو الاحذيه باسكو يقلقوني في المنزل، غير على جال الرجل تاعي. هذا برك حبيت ان الاخت ان شاء الله تشوف الفيديو وتشوفوا كيفاش عامل. ها وليكم كيفاش جاي. عنده هذه انا هنا دوك نروح نغسل البشره تاعي ونصبغ الوضوء ونصلي ونروحوا مع بعض للمطبخ باش نحضروا العشاء. هنا حبوباتي انا راح ندير الروز يغلي باش ندير به المسيدوان.
هنا يعني خذيت كميه من الارز، يعني شللتها وحطيتها في الطاوه وضفت عليها يعني الضعف تاعها، يعني ضعف كميه الارز ماء، ودوك درت لها قرصه تاع ملح، ودوك نحط الارز تاعي يغلي، نكملوا مع بعض. هنا أنا بعد ما حطيت الارز تاعي يغلي باش ندير به المصيدوان، هنا راح نحضر معكم يعني عصير طبيعي، يعني بثلاث مكونات. عندي نحتاج فيه حبه تاع موز، ونحتاج فيه حبه تاع برتقال، نحتاج فيه علبه تاع ياغورت، اي ذوق تفضلوا. انا هنا درت الذوق تاع المشماش. ونحتاج سكر على حساب الحلاوه اللي تحتاجوها. انا نحتاج مغرفه واحده برك، يعني حندير مغرفه واحده تاع سكر، نتوما السكر لكم الاختيار على حساب الحلاوه اللي تحبوها. ونحتاج لتر من الماء، هذا واش نحتاج في العصير نتاعي. هنا حبيت انني ضفت نصف لتر من الماء، ضفت معها حبه تاع موز، حبه تاع برتقال، ومغرفه تاع سكر. راح نطحنهم وبعد ذلك نضيف لهم علبه تاع ياغورت، ونضيف نصف لتر من الماء الاخر. هنا أنا العصير تاعي صار جاهز، دوك يعني نحطه في الثلاجه حتى يعني من بعد نوريكم شكله. هنا حبوباتي، هنا بعد ما درت العصير كملته درته في الثلاجه، جيت قشرت البطاطا وغسلتها وقطعتها شرائح كما راكم تلاحظوا بهذا الشكل. يعني ما وريتلكمش يعني صور طول، يعني غسلتها وقشرتها درتها شرائح. جبت البلاط تاعي دهنته بالزبده، وحطيت فيه البطاطا كما راكم تلاحظوا. ودرت الدجاج تاعي يعني من قبل مشاركه معكم الطريقه، يعني دوك نحطها لكم في صندوق الوصف. وكذلك الدجاج تاعي دوك نوريكم، يعني حطيته في البلا باش دوك نشعلهم الفور وندخلهم يطيبوا. سما العشاء ذاك راني درت بطاطا مع الدجاج المحمر. لكم انا الدجاج تاعي يعني نسيت المره ما وريتكمش، دخلته طول الفرن. هاوليكم يعني كنت شاركت معكم الطريقه من قبل، نحطها لكم في صندوق الوصف. يعني هنا ما بغيتش نعاود نشارك معكم الطريقه من دار جديد، باسكو انا كنت مشاركتها معكم من قبل. ها لكم الدجاج تاعي انا كنت يعني درته في الفرن، دوك نعاود نرجعو. والبطاطا تاعي هاي لكم. هنا كانت عندي البيطره، جبت هذا واش بقى لي بيطره في الثلاجه، والبسباس قطعته، والسلطه والخيار. وهنا الارز تاعي راهو يعني بعد ما غلا صفيته وحطيته هنا باش يبرد، باش نخدموا المصيدوان مع بعض. هنا يعني حنخدم معكم الصلصه اللي حندير فيها المصيدوان تاعي. انا عندنا المصيدوان تاعي حندير غير روز برك، يعني ما حنخلط له والو، باسكو افراد العائله تاعي يحبوه يعني هكذا ارز وحده، يعني مو مخلط معاه حتى خضره. اللي يحبوا الافراد العائله تاعها يعني خضره، يعني تقدر دير جلبانه، تقدر دير زروديه، لكم الاختيار. هنا واش عندي، انا عندي هذا الفرماج طبيعي. هنا مش شرط تقيدوا بهذا، ديروا اي فرماج يكون متوفر عندكم. انا عندي هذا راح نديرو، وساعات نديرها بتاع الثوم. هنا أنا عندي لا موتارد، هي الخردل. نضيف عليها هذيك المغرفه تاع الفرماج. هنا ها استعملت الخردل، يعني انا ما عنديش لاصوص تاع الخردل، كانت بلاصتي بقى لي غير الخردل هكذا، يعني خدمت به. هزيت مغرفه صغيره. ونضيف المايونيز. هنا انا ضفت المايونيز، راح نخلط كلش مع بعض. انا هنا مش حنضيف الملح، باسكو الارز تاعي راه مليح في الملح. خلط كلش مع بعض. هنا راح نضيف شويه يعني فينيغريت، باسكو انا ما عنديش الصلصه تاع الخردل، وما فنستعمل الصلصه تاع الخردل ما نديرش الفينيغريت. دونك انا يعني خلصت لي الصلصه تاع الخردل، اللي عندي غير الخردل وحده هكذاك، سما ضفت شويه لا فينيغريت. نخلط كلش مع بعض ونفرغ الخليط تاعي على الارز. ما نخلط كلش مع بعض، يعني الخليط نتاعي هذاك تاع الصلصه اللي درتها مع الارز. هاكم ونحطها بجانب يعني حتى من بعد ونقدمها.
دوك نروح نقطع الطماطم شرائح باش ندخل البطاطا تاعي للفرن. هاي لكم انا البطاطا تاعي درت لها قطعت لها طماطم شرائح ودرت لها يعني دوك نكمل ندير لها الفرماج وندخلها للفرن. يعني كنت شاركت معكم الطريقه من قبل، نخليكم يعني طريقه في صندوق الوصف، هي بالوصفه تاع الدجاج. هنا انا بعد ما يعني دخلت البطاطا والدجاج تاعي للفرن ودرت لهم المصيدوان تاعي، هنا راح نغسلهم معا يعني اللي استعملتهم. هنا المصيدوان تاعي انا كملت يعني درتها في الصحون. هنا درتها غير مع السلطه والخيار والكاشير، وهنا كاين عندي شويه هذاك تاع البيطراف شويه تاع البسباس يعني حطيتهم على الجناب كما راكم تلاحظوا. لكم الدجاج تاعي انا هنا صار جاهز، دوك يعني نديرو في صحن التقديم ودوك نجبد البطاطا نوريها لكم. هنا هاي لكم انا البطاطا تاعي يعني خرجتها من الفرن، دوك نوريها لكم في صحن التقديم هي مع الدجاج. هنا هاي لكم البطاطا تاعي، هنا السلطه، هنا الجي، هنا المندرينه. ما بقى لي غير نقول لكم صحه عشاكم. هنا حبيت انا بعد ما تعشينا غسلت الماعن وعقبت يعني نشفة على الكوزينه باش صباح نلقاها نظيفه، ورحت يعني صبغت الوضوء صليت ودوك يعني جيت نتهلا في روحي، يعني قبل راه البرد والشتاء لازم يعني نعتني بروحي. نقول لكم بلي البشره لازم الاعتناء في فصل الشتاء. هنا اول حاجه راح نديرها، انا عندي هذا الكريم تاع الحنه البيضاء يعني خدمته في المنزل وراني مصورته لكم فيديو، يعني ان شاء الله المره الجايه نحطه لكم. هاي لكم انا يعني خلاص لي بقات لي غير شويه برك. هاي هنا نتمنى الصوره تكون واضحه. هاي لكم كيفاش تجي. راني دايرتها في الثلاجه باش ما تفزتش، انا ما نديرش كميه كبيره يعني ندير كميه اللي تكفيني مده اسبوع، كي تخلص نزيد. هاي لكم نطبقها على البشره تاع الوجه نتاعي ونخليها مده ساعه حتى لساعه ونصف. هاي لكم كيفاش تجي كيما الكريمه يتمتم تشربها البشره، يعني فيها مكونات طبيعيه. ها يتمتم تشربها البشره، اتمنى الصوره تكون واضحه. هاي لكم كيما قلت لكم خليها مده ساعه حتى لساعه ونصف حتى 2 سوايع في البشره نتاعي، وبعد ذلك يعني نغسل البشره نتاعي ونرش ماء الورد. انا عندي هذا ماء الورد بالمره او خلاص اللي بغى لي فيه غير شوي، هذا يعني الماء جبته معايا من البقاع المقدسه، او يعني خلاص اللي بقات لي فيه غير هذه شويه برك. ثم ما تقيدوش بالماء الورد هذا اللي عندي، ديروا اي ماء ورد يكون عندكم، انا عندي هذا يعني ساعدني راني ندير فيه. اذا لقيتوه يتباع يعني شريوه، نصحكم به لقيتوه يتباع غير شريوه. وهنا مرطب الشفاه، وهنا الفازلين نرطب بها اليدين تاوعي ورجليا، انا يعني نديرها في رجليا يعني عزكم الله. ونلبس كيس ونلبس فوقو تقشير، والصباح يعني نوض نغسل رجليا عادي. هذا يعني واش ندير دائما لرجلي، يعني يوميا نديرو سواء يعني صيف ولا شتاء، دائما هذه الطريقه نديرها باش دائما يبقاو رجليا رطبين. انا هنا نستعمل في الفازلين. هاي لكم ونغلف الرجلين تاعي نديرهم في كيس، وبعدك يعني نلبس التقشير. انا هنا بما انا في الشتاء نلبس هذو التقاشر الخشين، كي نكون في الصيف نلبس تقاشر يكونوا رقيق. انا دوك نطبق الكريمه على البشره تاع الوجه نتاعي ونخليها يعني المده حتى نكمل نقرا يعني سوره الملك ونقرا يعني الادعيه، وبعدك يعني راح نغسل وجهي برك ونرش ماء الورد. رجلي دوك يعني هما اللي نبدا فيهم هما الاولين باسكو نلبس تقاشر، وندير الكريمه في وجهي نخليها المده هذيك حتى نكمل يعني نقرا سوره الملك ونقرا الادعيه تاع الليل، وبعد ذلك يعني نغسل البشره تاعي برك ونرش ماء الورد ورطب الشفاه نتاعي. انا دوك نطبقهم ونقرا سوره الملك مع بعض. هنا حبوباتي راني جيت نقرا سوره الملك، يعني كنت درت قبل الفازلين لرجليا، لبست ساشيات ولبست قاشر وطبقت الكريم تاع الحنه البيضاء على البشره تاعي. دوك نخليها على البشره تاعي حتى نكمل يعني نقرا سوره الملك ونقرا اذكار النوم، وبعد ذلك يعني نروح نغسل البشره تاعي ونرش ماء الورد. هنا انا يعني يوميا راني نقرا سوره الملك، ننصحكم انكم يعني دائما تقراوها.
وهي حاجه تولف برك، ويعني واراده انكم يعني تولفوا تقراو حاجه راكم تتعودوا عليها، تولوا يعني كيما تقراوهاش تحسوا حاجه ناقصتكم. اللي مهتمه يعني باش تعرف الطريقه اللي تابعتها وليت يعني دائما نقرا سوره الملك، تخلي لي في التعليقات باش نشارككم الطريقه. انا بعد ما نكمل سوره الملك نقرا يعني هز حسن المسلم، نقرا اذكار النوم، وبعد ذلك يعني نروح نغسل البشره تاعي ونرش ماء الورد يعني ونمشي نرقد عادي. كان هذا هو الفيديو تاعي اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش تعم الفائده. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.